السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض مركز التمر هندي. طبعا التمر هندي من المشروبات الرمضانية اللي بجد ما فيش غنى عنها طول شهر رمضان. وبدل ما تشتري بقى البودرة الصناعية من المحلات وتشربي ولادك سموم، فانت تعالي بقى هاتي لفة تمر هندي وتعالي نعمل مع بعض احلى مشروب مركز تمر هندي. هنحضره مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا ومش هياخد معاكي وقت خالص. وكمان هنقدمه مع بعض بطريقتين، وغير كل ده بنتحكم في كمية السكر اللي بنضيفها. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضره مع بعض ازاي. بس اهم حاجة ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تحط لايك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بنحتاج للفة من التمر هندي. طبعا بتجيبي طبعا الكمية اللي انت عايزاها، دي تقريبا كانت حوالي 200 جرام. وده طبعا شكله بيجي طبعا من عند اي سوبر ماركت او من عند اي عطار. اللفة دي مش غالية قوي، يعني تقريبا حوالي من 40 جنيه ل 45 جنيه. ده بيكون سعره. بجيب حلة وببتدي احط فيها التمر هندي بتاعي. ممكن تقطعيه لقطع صغيرة وممكن تحطيه زي ما هو كده. هو بمجرد ما يتحط على النار اصلا ويبدأ يسخن معانا على طول بيفك لوحده. بزود عليه حوالي لترين من المية الدافية، وده مبدئيا لانه ممكن ياخد مية اكتر من كده كمان. برفعه على النار وبسيبه لحد ما يبتدي ان هو يغلي معايا. اول ما هيبدأ يغلي طبعا بيبتدي ان هو يتفتت معايا او يتكسر او يتقطع لقطع صغيرة بالشكل ده. زي ما قلت لكم تقدروا تقطعوه تقدروا تحطوه زي ما هو. الخطوة دي مش هتفرق معانا كتير. اول ما بيبدأ يغلي المية بيبدأ يتغير لونها للون البني ده. وكل ما غلى اكتر كل ما القوام بتاع المية ده بيتقل اكتر. لان ببساطة كده التمر الهندي بينزل كل اللحم بتاعه واللون اللي فيه بينزله جوه المية دي. بسيبه يغلي على النار من تلت ساعة لحوالي نص ساعة بس. بنسيبه كده على النار لحد ما القوام بتاعه يتقل قوي وتحسوا ان التمر الهندي ده بمعنى اصح كده اتهري خالص. تحسوا كده ان هو بقى عامل زي قوام المربى لما بيستوي. طبعا بغطي عليه ومن وقت للتاني ببتدي ان انا اختبره. اول ما القوام بتاعه بيبتدي ان هو يتقل معايا هنا طبعا بوريكم كل مراحل التسويه بتاعته. ببتدي في المرحله دي ازود السكر. لكل لتر من الميه بزود كوبايه كبيره من السكر. او ما يعادل كده مج الشاي العادي اللي بنستخدمه في اي بيت. بزود كوبايتين من السكر وبدوبهم كويس مع التمر هندي. وبسيبهم برضو يكملوا كده تسويه مده 5 دقايق او 10 دقايق بعد اضافه السكر. بعد كده بنرفعه من على النار وهو كده خلاص بيكون استوى معانا او وصل للقوام او المرحله اللي احنا عايزينها. طبعا اضافه السكر دلوقتي هو خلاص كده معانا مش محتاج لاي سكر وقت التقديم. ممكن نزود كميه بسيطه جدا للناس اللي بتحب السكر زياده شويه. ولكن هو كده خلاص معانا مركز التمر هندي. زي اللي بنشتري من بره بالظبط بيكون بالسكر بتاعه جاهز على طول على التقديم. هنا خلاص كده بعد ما رفعته من على النار خلاص كده هو خلاص استوى معانا. بسيبه لحد ما يبرد شويه. ولو لاحظنا كل ما بيبرد كل ما يبتدي ان هو يتقل معانا. دلوقتي بقى باخد العصير ده وابتدي ان انا اصفيه كويس جدا. بجيب كده مصفى تكون الثقوب بتاعتها واسعه شويه علشان طبعا تنزل بقى كميه العصير بتاعي. لان طبعا القوام هنا تقيل جدا فعايزين كده مصفى تتحمل بقى القوام ده. طبعا ابداي بقى اضغطي عليه كويس جدا ونزلي كل العصاره اللي فيه لان هو فيه كميه كبيره جدا. طبعا انت في بيتك وتقدري تستخدمي ايدك عادي جدا، بس اهم حاجه اغسليها كويس وعقميها كويس. او البسي جلافز في ايدك وابداي بعد كده اعصريه كويس قوي. هنا خلاص كده انا كنت صفيته، ولكن طبعا التمر هندي اللي طلع من التصفيه ده مش برميه، انا باخده تاني على طول بزود له نص لتر من الميه. وبرفعه على النار تاني وبسيبه يغلي برده لمده ربع ساعه تاني لحد ما بينزل برده كل العصاره اللي فيه. لان هو لسه بيكون فيه لحم كتير وبيكون فيه لون كتير قوي جوه التمر هندي ده. دي كانت كل الكميه اللي خرجت معايا من لفه التمر هندي. عايزه اقول لكم كميه كويسه جدا جدا يا بنات. يعني مش زي ما احنا شايفين كده. اقل كميه من التمر هندي ده يعني كوبايه واحده تعمل لك لتر من العصير ده. بعد كده بقى افرز العصير ده او عينه في اكياس كده واحطه في الفريزر. بحط كوبايه ونص من الكوب المعياري ده او كوبايه على حسب طبعا ما انت عايزه. طبعا هو زي ما قلت لكم مركز جدا جدا. يعني اقل كميه منه تعمل لك كميات كبيره قوي. فببدا بعد كده بقى اخد كده اكياس تلاجة نظيفه بحط فيها كوبايه من العصير ده او كوبايه ونص. وببتدي احطه في الفريزر. وهكذا بقى لحد ما تخلصي كل الكميه اللي معاكي. وبكده يا بنات بخطوات سهله وبسيطه جدا جدا جهزنا مع بعض مشروب التمر هندي. تعالوا بقى نتكلم على فوائده شويه. لان بصراحه مشروب التمر هندي ده مش بس ان هو مشروب رمضاني، بجد ليه فوائد عظيمه جدا. لو عرفناها مش هنبطل نشربه. مشروب التمر هندي بيساعد طبعا على نزول الضغط العالي. يعني مناسب لمرضى الضغط. وكمان بيحسن من عمليه الهضم. ملين طبيعي. بيقوي جهاز المناعه وكمان بيقوي الجهاز العصبي. وطبعا ليه فوائد كتيره اكتر من كده كمان. تعالوا بقى اقول لكم بنحضره ازاي وقت التقديم. بجيب اقل من ربع كوبايه من العصير الخام المركز ده. وبزوده كوبايه من الميه البارده العاديه خالص. ومكعبات التلج طبعا. ولو انت محتاجه سكر بتزودي طبعا سكر حسب الرغبه. اهم حاجه طبعا ما تنسيش ان احنا مزودين سكر وقت التسويه. فممكن ما يحتاجش معانا السكر كتير. بدوب السكر وبنقدمه بالف هنا وعافيه. ودي كانت الطريقه للناس اللي بتحب مشروب التمر هندي بدون اي اضافات. نيجي بقى للطريقه التانية وهي مشروب التمر هندي اللي بنضيف له
كركديه او عناب. ازود ربع كوبايه من مركز التمر هندي وعليه كوبايه من العناب او الكركديه المنقوع. طبعا بكون مجهزاه قبلها بفتره علشان طبعا ازوده، وطبعا ده بديل الميه، يعني بدل ما هزود ميه هزود كوبايه من العناب. بزود السكر حسب الرغبه وبندوبه وبنقدمه بالف هنا وعافيه. ودي كانت الطريقه التانية لعمل التمر هندي بالعناب. في طبعا ناس مش بتحب تشرب التمر هندي لوحده لان هو بيكون فيه نسبه مزازه كده، ففي ناس مش بتتقبل الطعم ده، فاحنا قدمناه طبعا بنفس الطريقه دي. طبعا الطريقتين اجمل من بعض، يعني جربوا اي طريقه فيهم ان شاء الله يعجبكم جدا. بالنسبه بقى للاكياس اللي جهزناها فبنحتفظ بيها في الفريزر، وقبل الاستخدام بنخرج الكيس بنحطه طبعا في لتر ميه او بنزود عليه لتر ميه وبنسيبه لحد ما بيفك. وطبعا لو حسيتوا انه محتاج سكر فبتزودوا سكر حسب رغبتكم، وبتقدموه بالف هنا وعافيه. طبعا الكميه كويسه جدا معانا من لفه تمر هندي، عملنا كميه كويسه جدا من التمر هندي او مشروب التمر هندي، حقيقي احلى واطعم بكتير جدا من اللي احنا بنشتريه او بودره التمر الهندي اللي بنشتريه. جربوه في البيت يا بنات هيعجبكم قوي، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وبكده الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتم من الطريقه. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه. وان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديو جديد. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.